خد يا ام ابراهيم، ده المرتب بتاعك. ام ابراهيم كمان؟ هو اللي فرض عليا. انا ما تعودتش اعيش وانا عندي شغال. والنبي يا ست هانم، ما تتكلمي في الموضوع ده تاني. المرتب ده لقمة عيشي، بعيش بيه انا وبناتي، بلاش تقطعيها والنبي. حسام بيقبل بكل شروطك يا ست إسراء. كان شرطه الوحيد إن أجيب لك واحدة تعيش معاكي. بلاش تجرحي فيه كل شوية. إحنا اللي عايشين معاه وشايفينه. مبقاش يعرف شكل الضحك ولا اللقمة الحلوة ولا الفرح. صباح الخير يا حسن بيه. صباح النور يا نورهان. دي كل الأوراق اللي محتاجة أنت سعادتك النهاردة. حاضر يا نورهان، هصلي الظهر وهراجعها وامضي عليها. قولي لي يا نورهان، مرتاحة في الشغل معانا؟ هو أنا يا حسن بيه ممكن أطلب منك طلب؟ اتفضلي. ممكن تنقلني في أي شغل مع الموظفين اللي في الدور التاني؟ لأن بصراحة السكرتيرة بتاعت سعادتك دي حاسة إنها كبيرة شوية عليا. ده مش كلامك، ده كلام عبد الحكيم. لا والله هو ما قالش أي حاجة غلط، ده قال كمان إن ما نقدرش نكسر أي كلمة لحسن بيه، وأنا شايفة إن كلامه مظبوط. انت عارفة ايه اكتر حاجة بكرهها في الدنيا يا نورهان؟ التكبر والشكليات، الوشوش الكدابة. لان الانسان رغم السلطة والمال لو شوية برد هيخلوه مرمي على السرير ملوش اي لازمة. لا حول بيه ولا قوة. أنا بحبك أوي قد الدنيا دي كلها يا ماما، ولو كان ليا بابا كنت أحبه كمان ويجيب لي لعب زي أبو كندا صاحبتي. خدي الشبشب بتاعك وسابيني حافظ. استاذه نورهان، بقول لك ايه، كنت عايز اطلب اجازه من حسام بيه. وليه حسن بيه؟ ما تخلي أستاذ عبد الحكيم يمضيها. انا اصلا ماليش اجازات، لو طلبت اجازه تتخصم من المرتب، بس واثق ان حسام بقى هيعديها. حاضر هخش أبلغه. لا لا لا، خلاص انا غيرت رايي، مش مهم اجازه. هو في إيه؟ بصراحه كده يا استاذه نورهان، انا معجب بيكي. ايه في ايه؟ وايه الوقفه الرومانسيه دي؟ لا لا، ما فيش حاجه، انا كنت بسالها بس على حاجه في الشغل. وسالت؟ اه. طب اتفضل على مكتبك. حاضر يا استاذه ميرفت. اسمعيني كويس، انت في شركه هنا محترمه، وكل واحد فيها بيركز في شغله وبس. حضرتك أنا ما عملتش حاجة غلط. انت فهمتي كلامي ومش عايزه اكرره تاني. اسمع يا عبد الحكيم، انا عارف اسلوبك مع الموظفين، وكنت قلت لك اكتر من مرة غير من نفسك. يا حسام بيه اللي رابطنا ببعض شغل. انا الموظف الملتزم انا بحترمه، لكن الموظف اللي بيتاخر ويأثر في شغله انا ما بسكتلوش، وده من صميم المسؤوليه اللي حضرتك محملهاني. انا لو اتكلمت معاك للصبح مش هغير فيك حاجة، بس انا اللي عايز اقوله لك يا عبد الحكيم، مالكش دعوة بنورهان خالص. نورهان؟ ايوه، البنت لسه صغيرة وشكلها عليها مسؤوليات كتير، فلو اتأخرت في يوم او اي حاجة حصلت قول لي وسيبني انا اتعامل معاها. انا عارف طريقتك وعارف كمان ان البنت مش حملها. انت يا حسام بيه كان اخرك لو موظف خد جزا او اتعمل له خصم كنت تشيله له، لكن اللي بتعمله على البنت دي انا مش لاقي له تفسير. وانت تلاقي له تفسير ليه؟ اعمل اللي انا بقولك عليه وخلاص. حاضر حاضر، انا اسف يا حسام بيه. البني ادم يا اسراء ما يملكش اي شيء في نفسه، فلما انسان يحكم على انسان بالموت
من غير وجه حق يبقى تحدي ربنا سبحانه وتعالى. وأنا حاسس إن ربنا أخر لقائك بجميلة بسبب أعمالي وأفعالي. فالأمانة اللي أنا عايز أحملها لك يا إسراء، لو مت قبل ما نتجمع أنا وأنت وجميلة أبقوا زوروني وترجيها تسامحني. قولي لها أبوك ظلمك بس دفع التمن غالي، وانت كمان سامحيني عشان أنا حاسس إن الأجل قرب. ربنا يبارك في عمرك يا حسام ويخليك لبنتك. زي ما انت غلطت انا غلطت. طالما قلتي لي ربنا يبارك في عمرك يبقى في نية للسماح. بس اوعي يا إسراء في يوم تقولي على نفسي غلطانة. أنا صاحب الغلط ومعترف بيه. يوم ما حكمت علينا بالموت يا حسام ربنا سبحانه وتعالى نجاني، أكنه بيقولي أنا اللي بحيي وأنا اللي بموت مش حد تاني. ولما الدكاترة قالولي إن أنا هموت صدقتهم وفقدت ثقتي بالله واديت بنتي للست نبيلة وغفلت إن الحياة والموت بيد ربنا. صدقني يا حسام أنا كمان غلطت، عشان كده ربنا أخر لقائنا بجميلة. ادخل. حسام بيه بعت لك الملف ده وبيقول لك خلصه وبعت له تقرير النهارده قبل ما تمشي. طب والله كويس ان عزه مشيت عشان نشوف الجمال والحلاوه دي. ميرسي يا انكل. ما بحبش كلمه انكل، انا اسمي رفيق بيه، وانت لو قلت لي رفيق مقبوله منك. البنت دي صاروخ يا عبد الحكيم. الكلام اللي بتقوله ده يا راجل دي قد بنتك. وانا ما خلفتش بنات، يعني ما عنديش بنت في سنها. هو انت مش ناوي تكبر يا رفيق بيه؟ ده انت اتجوزت اكتر من 15 مره. كل واحده خدت حقها تالت ومتلت قبل الطلاق، وبصراحه البنت دي دخلت دماغي قوي. هو انت فاكر انها هتبص لواحد في سنك؟ دي ما كملتش 20 سنه. انا سني هيفضل في العشرينات طول ما حساباتي في البنك مليانه. ما تشوف لي البنت دي يا عبد الحكيم. البنت دي بالنسبه لحسام بيه حاجه تانية، حاول تبعد عنها عشان ما تخسرش شغلك معاه. في يا عبد الحكيم، ما انت عارف انا ماليش في الشمال، انا هتجوزها والشهر اللي هتقضيه معايا هتطلع منه بمبلغ يعيشها ملك العمر كله، وبعدين ممكن تعجبني وتكمل معايا على طول. يا رب أنا عاجز ذليل واستودعتك بنتي، عرض اللي هتحاسب عليه. لو بإيدي كنت هحافظ عليها من الهوى الطاير، لكن هي دلوقتي بإيدك انت يا رب، لأنك علام الغيوب وانت خير حافظ. احفظها يا أرحم الراحمين واجمعني بيها يا رب. لهيب النار في قلبي والليل عليا طال، عايش في جرحي لوحدي ما بقتش اشوف نهار. يا دنيا المر فيكي طعمه ولا الصبار، الملح ساكن جرحي والدمع في عيني نار.